بسم الله الرحمن الرحيم. أختي الناخبة، أخي الناخب، تحية. في المحور اللي غادي نتحدث فيه أنا أولا، الطلب اللي عندي اللي هو طلب ملح وهام جدا، هو اللي كيتعلق بالمشاركة يوم التصويت إن شاء الله. المشاركة ديالكم كتعطيكم فرصة تدليو بالصوت ديالكم وبالآراء ديالكم، والمشاركة ديالكم كتقطع الطريق على الناس اللي هما كيسبوا الخراب لهذه الدولة هذه. المحور اللي غادي نتذكر فيه وغادي واللي كيهم اللي عندي فيه درايه بالدرجه الاولى، الا هو الملف اللي كيهم الميدان ديال الرياضه. كما كيعرف الجميع، جاتني فرصه باش نمثل المنطقه ديالنا، المدينه ديال تشيرا والمنطقه ديالنا ديال سوس، باش نكون واحد من الاعضاء الجامعيين في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. هذا المنصب هذا اللي عطانا واحد الفرصه باش نحتكوا بعدد ديال المسؤولين على قطاع الرياضه في المملكه، واللي من خلاله الحمد لله قمنا بعده انجازات في هذه المده هذه ديال سنه ونصف. الانجازات اللي هي مهمه، الا وهي صعود فريقين يمثلان مدينه تشيرا الجهاديه الى الاقسام الكبرى. لاول مره في تاريخ نادي اولمبيك تشيرا كيصعد للقسم ديال البطوله الاحترافيه. كما الشان بالنسبه لنادي ادرار سوس اللي طلع حتى هو القسم الوطني الاول هوت، وكذلك الفتيات ديال امل تشيرا اللي صعدوا للقسم الوطني الثاني من البطوله الوطنيه لكره القدم النسويه. هذا بالاضافه الى عده مسائل اخرى مهمه اللي جبناها للمدينه ديالنا. اولا كما كتشوفوا، العلاقات ديالنا خلاتنا نجيبوا بعد المقاعد البلاستيكيه للملعب الرسمي ديال النادي وديال المدينه اللي هو ملعب احمد فنا، وكذلك جبنا مشروع ديال تعشيب الملعب ديال فضيصه بالعشب الاصطناعي من الدرجه الاولى. ربما كان المشكل ديال الوعاء العقاري اللي كنتمناو ان المسؤولين يلقاو له حل، ولكن ان شاء الله في المدى القريب ان شاء الله غادي يكون الحل. ولكن الاشكال اللي عندنا هو ان ندره هذه الملاعب هذه ما كتعطيش فرصه للشباب ديالنا والاطفال ديالنا باش يمارسوا الرياضه ديالهم المحبوبه. لان اللي كنشوفوا الاحصائيات اللي عندنا، كنشوفوا نادي اولمبيك تشيرا كيتوفر على تقريبا 450 رخصه ديال اللاعبين، نادي ادرا كيتوفر على واحد 200 رخصه ولا 250 رخصه للاعبين، نادي رجاء تشيرا حتى هو كيتوفر على واحد 150 رخصه. ملي كنشوفوا المجموع كنلقاو 900 رخصه بالاضافه للفتيات. ولكن هذا في الوقت اللي تشيرا كتوفر فقط على جوج ديال الملاعب، واحد معشوشه وواحد غير معشوشه. العدد كما كتعرفوا تشيرا الوعاء العقاري ديالها هو ضيق جدا، ولكن هذا هو المجال اللي خصنا نخدموا عليه ونشتغلوا عليه، نوفروا البنيه التحتيه لهذه المدينه. لان كما كتعرفوا هذه المدينه كلها مغلوقه، اللاعبين يعني الاطفال ما كيلقاوش الفضاءات فين يبرزوا المؤهلات ديالهم. ولكن هذا هو الوعد اللي خدينا على عاتقنا ان شاء الله، سواء خدينا التسيير او ما خديناش. هذا مجال اللي غادي نشتغلوا ان شاء الله باش نوفروا للشباب ديالنا، هذا دون نسيان الرياضات الاخرى الا وهي اللي هي عندها واحد الصدى واسع في الوطن ديالنا، سواء العاب القوى، سواء كره اليد، سواء كره السله. هادو مجالات اللي ان شاء الله نشتغلوا فيهم، ولكن بغات عقليات وبغات افكار وبغات علاقات اللي هي مهمه باش نجيبوا هاد الاستثمارات هادو. وكتبقى واحد القضيه ملي كنشوفوا بعض المسائل الاخرون يقولون بان الميزانيه اللي كتعطى لجمع الفرق الرياضيه تضاعفت. كنظن بان الا كانت هذه الميزانيه تضاعفت فان النتائج تضاعفت على 4 ديال المرات. فريق يمارس، كيف يعقل ان فريق يمارس في القسم الوطني الثاني النخبه ويتوصل بمنحه 900 ألف درهم، فيما ان فرق اخرى التي تنافس هذا الفريق هذا اللي هو نادي اولمبيك تشيرا تتوصل بمنح ديال 3 مليون ديال الدرهم من الجماعات ديالهم. كذلك نفس الشيء بالنسبه لنادي ادرار، لان كنتمناو من هذه الفروق تجيب لنا نتائج اخرى اكثر من هذه. ولكن الا ما كان الدعم من الجماعه المحليه، ورغم ان كنقول بان هذا الدعم هو محدود، خص الجماعه المحليه تشتغل وتشوف في المنطقه الصناعيه وتحاول تجيب استثمارات وتجيب شركات اللي يمكن تمول هذه الفروق هذه. لان هذا الشيء كلشي سهل مقارنه ملي كنشوفوا المدن الاخرى ولا الفروق الاخرى. كاين الجماعات المحليه كتلعب دور كبير في جلب هاد المستشيرين. هذا هو المساله اللي نقدر نشتغلوا فيها في هذا المجال هذا ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق لنا ولكم ان شاء الله.